السلام عليكم، معكم احمد جي تي اس. يا هلا بجيش الفخامه. مقطع جديد اليوم. مقطعنا اليوم عن توقعاتنا لاكبر نزالين بالليله الثانيه من راسل مانيا 40، لقب العالم للوزن الثقيل ولقب الاتحاد الكوني بلا منازع. بالبدايه ما تنسوا تدعمونا بالضغط على زر اللايك والاشتراك، فعلوا زر الجرس وخلونا نبدا بالمقطع. نبدأ مع نزال لقب العالم للوزن الثقيل واللي رح يكون افتتاح الليلة الثانية بين البطل سيث رولينز ضد المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير. النزال هذا بالنسبة إلي توقعه أصعب بكثير من الحدث الرئيسي، لأن فيه شوية اختلافات وكلام لازم أبدأ فيه قبل ما أقول توقعي الشخصي. نبدأ بالعداوة ككل يلي كانت تقريبا من عرض كراون جول ب 2023 وكملت بالدي 1، وهذا يعتبر النزال الثالث بينهم. انتصر سيث رولينز بالنزالين مسبقا على درو ماكنتاير. طبعا درو ماكنتاير اجتاز تقريبا كل المراحل ليوصل للحظته براسلمانيا. قبل كل شيء اتذكروا تماما انه ما كان رح يصير هذا الشيء، والخطط اتغيرت والفائز واحد. اتذكروا هي الجملة تمام لانه رح نرجع لها مرة تانية. الخطة الأصلية كانت سي ام بانك ضد سيث رولينز، يعني فعليا درو ماكنتاير كان خارج الخطة. وشفنا بعد التغيير يلي عمله درو ماكنتاير والقصة اللي طرحها كهيل مكروه بشدة، بس بصراحة كانت الشخصية ممتعة. سيث رولينز مثل ما توقعت رح ينتصر بالليلة الأولى على البلود لاين مع كودي روز، ففعليا رح يدخل هو منهك وتعبان وغير لائق جسديا 100% للنزال. وانه الشيء اللي رح يحاول فيه درو ماكنتاير انه يكون سيث رولينز بده يواجهه بنزال نظيف، هذا الشيء ما رح يتحقق. الشيء اللي يخليني اغير من افكاري هن نقطتين بشكل مبسط: وجود سي ام بانك على طاولة التعليق، وكلام دامين بريست بعرض الرو الأخير. نبدأ بسي ام بانك رح يكون على طاولة التعليق، وبشكل عام ما رح نشوف تدخل من سي ام بانك بالنزال لأنه فعليا هو مصاب وصعب انه يجازف بهذا الشيء، ولكن دوره رح يكون على تشتيت انتباه واحد من الاثنين، والأغلب رح يكون درو ماكنتاير بسبب العداوة المسبق بيناتهم. النزال أتمنى يكون على قدر التوقعات وبالأداء. الاسمين كبار ولعندهم مقدرة يقدموا نزال 5 نجوم، ورح يكون ممتع بإضافة وجود سي ام بانك لطاولة التعليق. رح نشوف تدخل من سي ام بانك بحالة واحدة فقط، وهي دخوله كحكم، لأن في إسقاطة بسيطة كانت بعرض الرو وقت سي ام بانك قدر انه يثبت وضرب الحلبة 1 2 3 بإيده اليسار، وأكيد ما رح تكون بدون سبب وتمر مرور الكرام. طيب شو دور سي ام بانك كحكم؟ خليني وقف هون وانتقل لداميان بريست. داميان بريست لمح بآخر عرض رو انه رح يكون عرض الراسلمانيا مهم لكل فرد من افراد الجادجمنت دي، وشفنا ان نزال لقب الفرق رح يكون بالليلة الاولى مو بالليلة الثانية. وغير هيك بالفترة الأخيرة شفنا إهمال وإبعاد تام لدور داميان بريست كصاحب الحقيبة، ودخوله بين سيث ودرو بالعداوة لحتى الناس فعليا نسيوا انه معه حقيبة او قلت هيبتها وقيمتها. ناهيك عن الموضوع انه بعد الراسل مانيا بقرابة شهرين رح يكون عرض موني ان ذا بانك بكندا، ووقتها رح يكون في صاحب حقيبة جديد. فمثل ما توقعت الجادجمنت داي رح يخسروا ألقاب الفرق ويتم فصلهم بشكل عام، فداميان بريست رح يكون خلص بقي مصارع حر، ودخوله بالنزال بشكل مفاجئ رح يعطيه لحظة مناسبة لإله، رغم انه للأسف بالنسبة لإلي بشوف انه داميان بريست غير مناسب وغير مناسب تقديمه كبطل جديد. بتمنى داميان بريست يكون شخصيته او بناؤه يكون افضل، ولكن هن نفسهم عملوا هذا الشيء ليشردوا ذهن المتابع عن هي النقطة. فنكمل وقت بانك ممكن يدخل كحكم بديل، يكون داميان بريست داخل لحتى يصرف الحقيبة، ومش رح يكون في موقف أفضل وأجمل من هيك موقف بالنسبة لسي ام بانك يدخل كحكم ويعد لثلاثة لدامين بريست ليثبت واحد من الاثنين، مش ضروري درو ماكنتاير أو سيث رولينز على وجه التحديد، ويخرج دامين بريست كبطل العالم الجديد للوزن الثقيل. فتوقعي رايح لدامين بريست. للأسف فترته فعليا ما رح تطول بعد إعلان عرض كلاش ذا كاسل بسكوتلندا موطن درو ماكنتاير، وهي يلي رح تكون أكبر لحظة بمسيرة درو ماكنتاير إنه يتوج بلقب العالم على دامين بريست أو سيث رولينز أو البطل اللي رح يكون
موجود وقتها أمام جماهير بلده، ونكون هيك خلصنا من الحقيبة وانتهى النزال. نحافظ على درو ماكنتاير على سيث رولينز بدون خاسر من الاثنين، وبنفس الوقت شفنا تدخل سي ام بانك وطلع منه كسبان، ودامين بريست بطل العالم. نروح حاليا للحدث الرئيسي لراسل مانيا الليلة الثانية، ونزال لقب الاندسبيوتد يونيفرسال هيفي ويت شامبيون بين الترايبل شيف رومان رينز ضد الامريكان نايت مير كودي رودز. من اول بحكي لكم انه النزال رح يكون طويل كتير، يعني ممكن يكون 50 دقيقة او حتى ساعة، لانه فعليا نزالات راسل مانيا بالليلة الثانية اقل من الليلة الاولى. فعليا رح تكون مجزرة وضرب بشكل مو طبيعي. كودي طلع من الليلة الأولى منتصر على البلود لاين مثل ما توقعت، وخلص نزاله ضد رومان رح يكون بدون تدخلات وفرصته الأخيرة. ورومان رينز رح يدخل وما في جنبه غير بول هيمن، حتى أتوقع أنه بول هيمن ممنوع من وجوده جنب الحلبة كونه هو ضمن عصابة البلود لاين. رح روح لمرتكزات معينة اشرحها بشكل مختصر لأعطيكم مين بتوقع يخرج منتصر من النزال. أول نقطة وهي القصة ككل. مثل ما شفنا القصة بدأت مع عودة الروك بعرض الرو على جندر مهال، وأعلن عن تحديه لرومان رينز، وبعدها شفنا ردة فعل رومان رينز بالضحك على الروك، وبعدها كودي رودز نفسه قدم الروك بعرض سماك داون، ولكن بسبب انقلاب الجماهير على الروك تم تغيير الخطة وتحولت من كودي ورومان للروك كودي سيث رولينز رومان رينز. فعليا الخطة كانت الروك ورومان رينز أكبر حدث رئيسي، ونتيجتها كانت معروفة وقتها أنه رومان رينز رح ينتصر على الروك وياخذ لحظته الأخيرة، وخلاص بعدها ننهي الترايبل شيف. يعني فعليا كودي ما كان ضمن الخطط انه ينافس على اللقب او ينهي القصة. حتى في ناس رح تجي وتجاوب وتقول انه كودي رودز فاز بالرويال رامبل وكيف ما كان مخطط لهذا الشيء. رح اجاوبك عليه واقول لك انه فعليا سي ام بانك قبل عرض الرويال رامبل كان مخطط له انه يربح الرويال رامبل، وجته الاصابة من قبل ما يدخل بالعرض، لهيك تم اختيار كودي رودز بديل، وتغيرت الخطة مرتين لحتى وصلنا لهي الأيام. النقطة الثانية وهي تحويل العداوة من الروك ورومان إلى كودي والروك. مثل ما شفنا ولحد الآن ما كان في بين كودي ورومان غير سيجمنت واحد. يعني تخيلوا بطل الرويال رامبل والبطل بطل الاندسبيوتد خلال 3 شهور تقريبا 3 أشهر يعني ما عملوا غير سيجمنت واحد. التركيز كامل كان على الروك وكودي بالمجمل وبالشكل العام، وكون كودي ما كان ضمن الخطة حاليا راح باتجاه الروك، ورح ياخذ اللحظة المناسبة بالليلة الأولى وقت يثبت الروك نفسه. فالعداوة محورها كان الروك وكودي رودز. فطلعنا عن موضوع اللقب بشكل كبير، ووجود أو ناهيك عن وجود أم كودي وزوجته براندي بالليلة الأولى تحديدا كفيل يعطيك مؤشر على اهتمام الإدارة يعطوا كودي رودز لحظته بالليلة الأولى مو الثانية، لحتى ينسوا الناس أو الناس تغفل عن موضوع الليلة الثانية. ثالث نقطة وهي كسر رقم هولك هوجن واعتزال رومان رينز. من فترة طلعت أخبار من تي كي أو أنهم بدهم يلغوا أي شيء متعلق برقم هولك هوجن كثالث أطول بطل بتاريخ الدبليو دبليو إي، ورقم رومان رينز ما هو ببعيد مطلقا عن رقم هولك هوجن لحتى يكسروا. فيلي انتظر على رومان 3 سنين ونص تقريبا ما رح يصعب عليه انه ينتظر كم شهر كمان او 5 شهور بشكل عام ليحطم رقم هالك هوجن ويشطبوا اسمه من ال3 الأوائل بلائحة دبليو دبليو إي. وغير هيك رومان رينز نفسه لمح انه رح يعتزل في حال ما كان الواجهة بعد الراسل مانيا. وخسارة رومان لكودي يعني رومان او شخصية الترايبل شيف انتهت، ورومان ما عنده شيء يقدمه بالشهور القادمة، حتى فعليا رح يسقط بنظر العصابة البلاد لاين سولو جيمي بول هيمن، لان فعليا خسر حزامه يلي خلاه يترأس الترايبل شيف او زعامة القبيلة. نقطة وهي العصابة غير مفككة. البلاد لاين لحد الآن ما في أي انقسام، ولا شفنا في بوادر خيانة من جيمي أو سولو أو بول هيمن أو الروك
حتى الروك ما شفنا منه اي بوادر خيانة. والناس يلي رح تقول انه رومان رينز طلب من الروك انه يعترف فيه، هذا اكبر دليل. الجواب بيكون انه بعد اعتراف الروك برومان رينز شفنا شخصية الفاينل بوس ظهرت من الروك، وهو قال انه هو فعليا رئيس الشركة على الكل. فخسارة رومان المفروض تكون متالية لتفكك العائلة. وحتى لو افترضنا انه جيمي اوسو رح يرجع مع جاي بعد الراسلمانيا، عندك سولو وبول هيمن ما شفنا اي بوادر خيانة من طرفهم. فخيانة الروك بستبعدها لسبب مهم، انه الروك يلي دمر وجلد كودي رودز بالعروض السابقة يروح يخسر بالليلة الاولى لكودي نفسه، ويروح بالليلة الثانية يخون رومان رينز ليعطي كودي رودز الحزام. فهذا شيء غير منطقي مطلقا انه روك يخون رومان رينز. خامس شيء وهو الاخير، طلعت اخبار انه تم جدولة كودي رودز لعروض الرو القادمة. يعني فعليا كودي رودز باقي بعروض الرو، ما رح يروح لسماك داون، وهذا مؤشر على عدم انتصاره. قصة كودي رودز ما رح تنتهي حاليا، ولسه فيها كتير وقت يتم بناءها بشكل افضل، لان طريقة دفع ورفع كودي رودز للقمة مع رومان رينز غير منطقية. وهذا الامر على فكرة سبق وشفناه مع كودي رودز بالاي اي دبليو بعرض فول جير 2019، وقت كان حاطط شرط على نزاله ضد كريس جيريكو. في حال خسر النزال فهو خلاص ما رح ينافس على اللقب مرة تانية. فتوقعي ويلي اتمنى يصير هو احتفاظ رومان رينز لترايبل شيب باللقب، وهو الشيء الانسب والافضل اكيد حاليا. بعرف في كتير ناس زهقت من رومان رينز ولازم يخسر، وانا بصراحة بأيد الفكرة ولازم يخسر رومان رينز، ولكن بطريقة ومصارع غير كودي رودز. ويلي صبر 4 سنين على رومان رينز قادر انه يصبر 5 شهور كمان ليكسر رقم هالك هوجن. ترى الشركة مو مهتمة يعني لعشاق كودي رودز، بالنهاية هن بيهمون البزنس قبل ما يهمون رأي الجماهير، وهن بالأساس كرأي جماهير أعطوكم الروك بالليلة الأولى. كودي رودز يلزم الروك بالليلة الأولى. هذا كان مقطعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوا تحطوا لنا لايك وشير، فعلوا زر الجرس، اعطونا آراءكم بالتعليقات، مين بتتوقعوا ينتصر ومين بتتوقعوا يخسر. كان معكم احمد جي تي اس، والسلام عليكم.